مع أسرة اللغة العربية. هنكمل مع أسرة التربية الاجتماعية والدراسات الاجتماعية وتاريخنا. اليوم سوف نتحدث عن يوم اليتيم. فاليتيم هم من أبناء الشرطة والجيش وأبناء شعبنا المصري. يوم اليتيم بيبقى في الأسبوع الأول من إبريل من كل عام. دعونا نأخذكم جولة تاريخية على شهداء الوطن، واخترنا شخصية من كتاب تاريخنا وهي شخصية عظيمة وهي الفريق عم منعم رياض. لك أن تفتخر أعزائي الطلبة والطالبات بأن الفريق عم منعم رياض ولد في قرية سبربي محافظة الغربية، وهذا يدعو إلى الفخر ومزيد من الاعتزاز بأن هذا الشهيد هو من محافظة الغربية. ولد الشهيد عم منعم رياض عام 1919، وعندما كبر التحق بالأزهر الشريف، وعندما أصبح يافعا التحق بالجيش المصري، وأصبح من أقرب المقربين للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ونظرا لذكائه الشديد وبراعته ومهاراته في الجيش المصري، قام الرئيس جمال عبد الناصر بتوليه الجيش المصري الميداني. مسك الجيش المصري الميداني، وفي إحدى جولاته في سيناء بعد حرب الاستنزاف، الحرب دي الفترة من عام 1967 لعام 1969، وفي إحدى الجولات انهالت عليه نيران العدو الإسرائيلي متفاديا بوطنه في تضحية من أجل هذا الوطن. سمينا عنوان كلمتنا يوم الشهيد حب، انتماء، تضحية. حب هذا الوطن، انتماء لهذا الوطن، تضحية من أجل هذا الوطن. ما اخترناش عنوان كده، العنوان اللي اخترناه ويبقى الأثر، أثرهم في قلوبنا جميعا أعزائي الطلبة والطالبات، ولن ننسى شهداء الوطن سواء في جيشنا والشرطة والشعب المصري. يبقى إذا سمينا عنوان الكلمة ويبقى الأثر في قلوبنا. دعونا نفتخر بشهداء الوطن، واخترنا شخصية تاريخية وهو الفريق عم منعم رياض. تمام كده. وتقوم دولتنا الحبيبة برعاية اليتيم في كافة المجالات، واتكلمنا على كده. يبقى احنا بنوثق أسرة اللغة العربية، بنوثق تاريخيا قيمة يوم الشهيد في مصرنا الحبيبة، وتحتفل مصرنا في الأسبوع الأول بيوم اليتيم تكريما له. وتتكفل دولتنا صحيا، نفسيا، اجتماعيا، اقتصاديا باليتيم في كافة المجالات، سواء صحيا برعايته في جميع المستشفيات، نفسيا قامت الحفلات والرحلات الميدانية لليتامى. تمام كده. يبقى إذن جهود دولتنا قامت بعمل العديد من المبادرات لليتيم. يبقى كلمتنا حب، انتماء، تضحية. حب الوطن، الانتماء لهذا الوطن، التضحية من أجل هذا الأرض. مجموعة محبي تاريخ مدرسة ميت الرخا قامت بعنوان تاريخ مصر، مصر تتحدث عن نفسها. وتحدثنا اليوم عن شهداء مصر، وعاملين يوم الشهيد بلوحات فنية مشاركة مع جميع الطلاب من الصف الأول إلى السادس. يبقى عملوا مصر بلد الحضارة، شهداء الوطن لن ننساهم. ثانيا، ويبقى أثرهم في قلوبنا. وجينا على علم مصر، علم الحب والانتماء والتضحية. خلاصة كلمتنا اللي هي يوم الشهيد وشهداء الوطن لن ننساهم ولن ننساهم، فهم لهم الفضل الكبير في وجودنا هذه الأيام، ومصر مستقرة بواسطة شهداء هذا الوطن. والشهداء شهداء جيشنا، الشرطة والشعب المصري جميعا. وتحية وإجلال لشهداء الوطن ولن ننساهم أبدا. وحفظ الله مصرنا الحبيبة بكل خير وانتماء وتضحية. وشكرا لحضراتكم في مبادرات أخرى مع مدرستنا ميت الرخا رقم 1.